رسالة ولعلها تصل كبرقية واضحة، وأقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، متمنيا أن تكون إمام للمسلمين جميعا، وأن يطلق عليك أمير المؤمنين لهذه الأمة، وأن تقود الأمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطلب من القيادات الاتحاد يتحدون معك، وأن يطبقون شرع الله كل في بلده وكل على حسب قدرته، وأن ننابذ الشرك وأهله من اليهود والنصارى والمشركين المجوس الرافضة، وأن لا يكون لهم قدم صدق. هذه رسالتنا نرسلها متمنين وراجين من الله تبارك وتعالى أن تصل إلى أمير المؤمنين وإمام الحرمين وخادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز، أن ينقذ الأمة لأنها وصلت إلى النهاية وتفشى الفساد في كل مكان كما تعلمون. إن وصل ذلك في المجمعات التي هي في مكة والمدينة من تفسخ وعرى، وكذلك تمكن بعض الرافضة أن يقولون شعائرهم البدعية والخرافة إلى الحرمين الشريفين. نعم، إنهم اخترقوا كل المعاني حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وليس هناك حل إلا أن نقول قول صلى الله عليه وسلم: أصبح الحليم فيها حيران. نعم، نحن حيارى. عامة المسلمين الذين يقودهم الناس ويجرهم الناس يمنة ويسرة لا يدرون إلى أين يتجهون. فتن. اللهم ثبت خادم الحرمين، اللهم ثبت خادم الحرمين، اللهم ثبت قلبه على الإيمان وطاعة الرحمن، وكذلك أمراء الخليج، وكذلك أمراء العرب والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبتهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وسنة رسوله، والحمد لله تعلم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب، والحمد لله على ما الله عز وجل من علينا بالأمن والاستقرار كما قلت لكم، وطيبة المسلمين وحجهم وعمرتهم الحمد لله في أمن واستقرار نحمد الله عليها، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا. صعيد ثاني، كانت الجلسة تبيض الوجه، وهالنواب اللي تشوفونهم ما قصروا، قالوا للحكومة فصلي وإحنا نبيع. بس من بين كل المداخلات اللي بررت الإخفاق الحكومي ما رفح علينا إلا مداخلة النائب جاسم السعيدي اللي قال الحكومة ما قصرت، سبب عجز الميزانية والدين العام المتراكم من 12 سنة لا الفساد ولا سوء الإدارة ولا الاستحواذ على مقدرات الدولة، لا 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 لا، إيران. السبب للدين العام المليارات هو إيران وأتباع إيران وعملاء إيران. سمعتوا؟ ما يقدرون يزيدون الرواتب في البحرين والسبب إيران. الزين والبطالة إيران هي السبب. الزين ومشكلة الزحام على جسر المحرك إيران هي السبب. ومن وراء مشكلة البعوض في قلالي إيران هي السبب. ولا شنو تعزوا مشكلة الرطوبة الخانقة في البحرين؟ إيران هي السبب. وثقب الأوزون؟ إيران هي السبب. أفحمتنا يا شيخ.